عرفت سر صنعته وما بقتش اشتريه من بره تاني. بصوا، هنعمل احلى سمك باحلى تتبيله ممكن تاكليها. عمرك ما هتجيبيه من بره تاني، سواء مقلي او سواء سنجاري. اول حاجه كده هظبط الخلطه بتاعه السمك، ودي هي سر الصنعه. اول حاجه كده بجيب فلفل. انا بحب الفلفل الحامي او الفلفل السبايسي، وبصراحه هو في السمك احلى بكتير من الفلفل الرومي، بس لو في اطفال ممكن ما نزودش منه قوي وبعدين نكمل بفلفل رومي. حطيت كمان جزر، وحطيت بقدونس. طبعا الكرفس افضل، ولكن انا ما كانش عندي كرفس فاستغنيت عنه بالكزبره الخضراء. وهضربهم في الكبة، وبعد كده هنزل عليهم بالثوم. طبعا خلطة السمك يعني توم، دي اساسي يعني مفيش فيها اي جدال. بعد كده نزلت بربع كوباية مية صغيرة علشان بس ده يساعدني ان الخلطة تبدأ ان هي تنعم معايا. للناس اللي ما بتحبش طعم الحاجة قوية قوي، الخلطة دي قوية بصراحة. تمام، خلطة السمك لو ما كانتش قوية كده في التتبيلة، طعم السمك مش بيبقى حلو خالص. بعد كده بقى احط التوابل بتاعتي، وهي عبارة عن ملح وكمون. انا ما بحطش اي حاجة خالص على السمك، لا فلفل ولا بهارات سمك ولا اي حاجة، هو ملح وكمون. وهو الكمون اصلا ده حبيب السمك، يعني سمك يعني كمون وتوم، ده الاساسي. اي افتكاسات تانية بتبوظ طعم السمك او طعم اللحمة بتاعته، مش بتبقى لطيفة خالص. تعالوا بقى نعمل هنا شوية خضار كده علشان نعمل السمك السنجاري. السمك السنجاري بقى ده يا بنات بيتعمل باي نوع. انا عاملاه بمكاريل، ممكن تعمليه ببوري بيبقى رهيب، ممكن تعمليه ببولتي. والسمك السنجاري انت وبتجيبيه من عند الراجل، بتقولي له انا عايزه اعملها سنجاري، فهو بيبقى ليه طريقه كده معينه لفتحه السمكه. مش بتتفتح من البطن، بيفتحها لك من الظهر من ورا، علشان السمكة تبقى مفرودة زي ما هتشوفيها معايا كده. قطعت هنا بصل، وقطعت كمان فلفل وطماطم وبرده كزبرة خضراء، وهنزل عليهم بشوية ملح وكمون صغيرين، وهحط كمان معاهم شوية زيت صغيرين قد معلقتين كده، وهحطهم على النار يتبلوا. الطريقة دي حلوة قوي قوي قوي، احسن ما تحطي الخضار مش دبلان مع السمك السنجاري. طعمه بيبقى باين قوي، بيبقى بيقرمش كده. لما بتدبليه على النار بيبقى رهيب. تعالوا بقى نعمل الورقه اللي احنا هنلف فيها السمك السنجاري. بجيب ورقه فويل وبحط عليها ورقه زبده، وبنزل عليها بالسمكه كده، وببدا ان انا اقفل حوالين السمكه زي المركب كده بالظبط. بصوا بقى السمكه مفتوحه معايا قوي ازاي، علشان هو الراجل فاتحها لي بالطريقه دي، الطريقه اللي تناسب السمك السنجاري او السمك المشوي في الفرن. تمام. بدهن الورقه زيت زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا بدهنها زيت، لازم ورقه زبده يا جماعه، لان انا جربت قبل كده احطها على الفويل على طول لزق، وطبعا الفويل على طول مش صحي انه يلمس الاكل في الفرن. تمام. ببدا برضو اقفل عليها زي المركب كده. طريقه سهله جدا، وعايزه اقول لكم رهيبه. ممكن تحطيها في صينيه كده على طول لو ما عندكيش طبعا ورقه الزبده والفويل، ولكن الطريقه دي بتخليها كده اقرب للسمك الجاهز. يعني لما تيجي تقدميه لحد يقولوا ايه ده، انت شاريه الجاهز السمك من بره ولا ايه؟ تمام. حطيت بقى في بطن السمكه كلها الخلطه اللي احنا عملناها في الاول، اللي هي الثوم بالفلفل بالجزر بالكلام ده كله. تمام. وسبتها على جنب لحد اما الخلطه التانية بقى اللي هي بتاعه الخضار تدبل على النار. طبعا هنا برضو بمسك السمكه البلطي بحشيها. وعايزه اقول لكم ان التشريحات في السمكه دي يا بنات الراجل اللي ما عملهاليش، انا اللي عاملاها في البيت، مهمه جدا. بتخلي اول حاجه لحمه السمكه تشرب من التتبيله. تاني حاجه لما تيجي تقليها الزيت يسوي اللحمه كلها، بالذات لو السمكه كبيره ما تبقاش نيه كده واللحم بتاعها مش مستوي. فالتشريحات في السمكه دي مهمه جدا. هنا بقى الخلطه كانت دبلت معايا، حطيت معاها شويه من الخلطه الاولانيه اللي هي بتاعه الثوم. تمام، علشان برضو تطعم لي الخضار. وهبدا بقى ان انا احط في السمكه كلها. بصوا ممكن تقللوا الخضار شويه، بس بصراحه احنا اختي يعني كانت طالباها مني خضارها كتير لانها هي عامله دايت، فانا كترت لها الخضار. الخضار ده بقى بيبقى طعمه حلو قوي كمان لما بتكمل سوا في الفرن، بيبقى طعمه رهيب. دي حاجه. تاني حاجه بيشبعك كده ويخليك ان انت تشبعي. تمام. هنا بقى ايه، قطعت ليمون شرايح كده وحطيته فوق الوش. بندلع السمكه بقى، ما احنا جايبينه جاهز من بره. والسمك ده بيخش على الرف اللي في النص، درجة حرارة 180 علشان السمكة تستوي. بيبقى رهيب يا بنات. تقريبا بياخد معاكي مثلا نص ساعة في الفرن، وبيخرج بقى شكله زي ما انتم شايفين كده. فتحت بس عليه الشواية عشان الخضار ياخد لون. والسمك كان رهيب. عملت معاه رز صيادية وطبق سلطة، وبألف هنا وشفا.